السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله راح تشوفوا معايا الوصفه تاع تزيديات المقروصين. هاد الحلوات التقليديه الجزائريه راح يجوكم معسلين حتى القلب وطريين. وراح نحط لكم من مقادير تاع 13 حبه، يعني مقادير مضبوطه اللي يحبوا يديروا كميه قليله ماشي تاع الكيلو. كنت ديجا سبق لي في فيديو سابق درت معاكم بكيلو تاع اللوز، واليوم كما قلت لكم راح نديروا غير 13 حبه. شوفوا لي طراوه والتعسل كيفاش يجيكم ضربه في البنان، يجو بزاف بنان. بدون اطاله نبداو في الوصفه تاعنا. هنا بالنسبه للعجينه انا كيلت بهاد الفيغين الصغير هدايا كما شفتوا، ولا كاس ولا فنجل كما حبيتو. درت 3 عبارات تاع الفارينه، ضفت عليهم ملعقه صغيره تاع ملون ابيض، نص ملعقه يعني ماشي معمره، لا فاني، والقرصه تاع الملح. هنا بنفس العبار اللي نعبروا به الفارينه درت لا مارغارين لابيل، ذوبتها خليتها حتى وين بردت شويه. درت نص الكيلة، يعني نص كيلة تاع مارغرين. ضفت عليها هنايا الماء زهر تاني كنت دفيته باسكو كان في الفريجيدار باش ما يشكليش حبيبات في لاباط. وراح نبدا نطم في لاباط ديالي. هنا بالنسبه لهاد العجينه، يعني لهاد النوع من الحلويات سواء المشكله ولا الديريات، لاباط لازم تكون شاده روحها، يعني تكون يابسه شويه، ما تكونش طريه باش من بعد حتى ما تعذبكمش في القريص. هنا كيما شفتوا راني نطم فيها، نقعد نزيد ما تظهر غير بالعقل حتى وين تنضم معايا، يعني كما قلت لكم ما نجروهاش، اللي تكون شاده روحها. وهذا هو القوام المطلوب. دوكا نروحو نغطوها بفيلم اليمونتير نخلوها تريح. دوكا ندوزو لافرص تاعنا. هنا عندي 150 غرام تاع السكر، انا حندير 300 غرام تاع اللوز، دونك نصف الكميه سكر. ضفت عليها حبه بيض كامله، ملعقه صغيره تاع لافاني، ومبشور الليمون. نخلط مليح هاد المكونات، السكر مع هذاك البيض حتى يذوب لي السكر. وراح نزيد عليهم هنايا مغرفه كبيره تاع ماء الزهر. انا فرغت هنا مباشره يعني من القرعه، درت عيني ميزاني. نديروا مغرفه معمره تاع ماء زهر، ما تكتروش لو كان تجروها بزاف ومن بعد حيجري لكم هذاك اللوز تحصلوا فيه. دونك كيما كنت تشوفوا راني نخلط بالفوين مليح، ومن بعد نخلي هذا الخليط يريح، نخليه يريح، انا خليته يريح حتى ساعه ساعتين حتى يذوب هذاك السكر. يعني غطيته رحت نخدم شغلي. وهنا شوفوا اللوز كيفاش يكون مرحي، يكون مرحي رقيق ماشي غبره بصح يكون رقيق. رحت ضفت 300 غرام تاع اللوز، يعني قلت لكم هذه مقادير مضبوطه ل 13 حبه، تخرج لكم 13 حبه تاع 40 غرام. ضفت هذاك اللوز دفعه واحده كيما راكم تشوفوا، وراح يجيني سوا ما حنزيد حتى قطره تاع مزهار ولا بيض ولا، يعني حبه بيض كانت كافيه باش طمهولي مع ملعقه تاع ماء الزهر. دوكا كنت تشوفوا هنا القوام تاعها كيفاش راهو. لافاقس هنا تجيكم تتلاصق، ولازم تكون هكذا باسكو علاش وكان ديروها ناشفه ومن بعد الزيديات تاعكم ما حش تشربوا لكم العسيله من الداخل وراح يجوكم يابسين. الوغ لازم تكون هكا طريه، كي تخلوها تريح راح تروحها. ضفت هنا كيما شفتوا ملعقه صغيره تاع مارغرين، بما انه الكميه قليله يعني درت غير ملعقه صغيره تاع قهوه تاع مارغرين، وكان درت كيلو حندير مغرفه كبيره تاع العشاء. راكم تشوفوا القوام تاعها لازم تكون هكذا. رفدتها هنايا بكوبات، نحطها في فيلم اليمونتير ونخليها تريح. ولا درتو يعني ولا خدمتو انا كيما انا خدمت هنايا لاباط ديالي ولا فاخس درتهم الصباح، دونك خليتهم حتى لليل ورحت خدمت الزريات ديالي. ولا درتوهم في الليل خلوهم يباتوا ليله كامله، صباح خدموا بهم. هاي ليك لاباط مع لافاخس نخليهم يريحوا، خليتهم في داخل الثلاجه باسكو راه الحال سخون. خليتهم حتى وين يريحوا، ومن بعد في الليل كامل بديت نخدم. وهنا شوفوا هاي ليك لافاخس تاعي بعد ما خليتها ريحة، تشوفوا كيفاش عاودت نشفت وشدت روحها، يعني تفورميوها بكل سهولة ما هيش تلاصق كيما كانت. هنا وزنتهم كيما قلت لكم، وزن الحبة 40 غرام، وهاد الكمية خرجت لي 13 حبة سوا سوا، يعني سوا سوا. هنا شوفوا لاباط جيت قطعتها يعني قطعتهم هكا دوائر، درتهم في ساشي باش ما ينشفوليش. السمك تاع المول اللي قطعت به طابع هذاك 9 سنتيمتر. نجي هكا نحط الحبه تاعي في الوسط كيما راكم تشوفوا، ندهن شويه يعني حاجه خفيفه ببياض البيض في لي كوتي، ونبدا نطلع هكا بالكوردون، يعني راهي تبان لكم الطريقه بلا ما نهدر. تحبوا تحسبوا هذوك وين هذاك التشرشيف كل زوج وتقرصوا، ولا تحبوا ديروا كيما حبيتوا، يعني شغل عينكم ميزانكم، كل وحده كيفاش تحب تقرصهم. هاي اللي كيما شفتوني طريقه سهله ولا اسهل، بزاف سهلين، يعني ما من المبتدئات راحين ينجحوا معاهم. عامليك. وهنا تعاونوا روحكم تاني كي تكونوا تقرصوا فيهم، ديروا صبعتكم في الفارينه باش ما يلصقوا لكمش في لاباط.
هنا زدت معاكم حبه واحده اخرى، ندير 7 في الفرينه ونبدا نقرص فيهم هكذايا باش ما تخسرليش لاباط. هاي ليك نديرو حبه اخيره، نحطوا الحبه لازم تكون في الوسط، تسونطريوها مليح. لو كان تكون يعني شويه جافه الحبه تخرج لكم معوجه، على هذا لازم نحطوها مليح في الوسط وندهنوا شويه بياض البيض في الجوانب ونبداو نقرصوا. نعاود نروحتينا بالكوردون، وكاين اللي يحب ما يخدمش با بالكوردون، يعني اللي يكونوا يخدموا لي كوموند بزاف ومالفين ما حاش يستغناو عليه، يعني والفين يعني كيما نقول لك يدهم راحت عليها على التيريات. هامليك حنا الحبه تاوعي هنا كيما قلت شوفوا هامليك 12 حبه، والحبه 13 راهي عند بنتي، هي قالت لي ماما انا نخدمها ليا وانا ناكلها وحدي، على خليتها لها. كيما شفتوا هاي ليك هادو هما الحبات تاعي بعد ما كملت لصقت لهم هنا حبيبات تاع اللوز. درتهم ديروهم في البيض وحطوهم الفوق باش يلصقوا لكم ما يتنحاوش. هنا شعلت الفرن تاعي يسخن من قبل. بالنسبه لطيابهم ما يطولوش بزاف الطياب، غير تشوفوهم داو اللون الذهبي حماروا لكم من تحت، باسكو يعني لاباط بزاف رقيقه ما كاش واش يطيب فيها. تشوفوهم داو هكداك اللون الذهبي، شعلوا لهم الفوق يتحمروا لكم، يدير لكم تحميره شابه كيما راكم تشوفوا. طيبوهم هكا بلون دوغي هكا، ما تحرقوهمش بزاف، ما تحمروهمش باش ما يجوكمش يابسين. هامليك هنا بعد ما طابوا لي وخرجتهم، هاي ديك الحبه تاع بنتي شوفوا كيفاش دارتها. فوالا كيما قلت لكم 13 حبه سوا. انا نروحو دوكا ندوزو نشوفوا العسيله. بالنسبه للعسيله واش درت هنا؟ طيبت شربات في الاول، درت فنجال تاع السكر مع فناجل تاع الماء، بما انه الكميه عندي قليله. خليتهم غلاو مده حسبت لهم 10 دقائق، طفيت عليهم، خلطت يعني درت مزيج بين الشربات وبين العسيله باش تجيكم خفيفه هكذا، والتزريات تاعكم يتشربوا. تقبوهم من تحت هكذا كيما كنت تشوفوا، تقبتهم مليح بالكوردون، تقبوهم شحال من تقبه كيما حبيتو، ماشي لازم 3، ديروا 5 6 كيما تحبوا. تقبوهم وحطوهم مباشره هما هكذاك سخونين. العسيله تاعكم تكون بارده، حطوهم وخلوهم يريحوا 20 مينوت ولا شحال حبيتو. انا خليتهم قعدوا هكاك واحد نص ساعه، تشربوا لي بيان، ومن بعد نجي نحيهم هكذا، نخليهم في سنيوه، نخليهم في هذيك السنيوه يقعدوا حتى الغد من داك، يعني يقعدوا في العسيله تاعهم باش يزيدوا يشربوا لكم مليح. وصدقوني راح يجوكم في البنه بزاف بنان. تشموا ديك ريحه القارص اللي درتها في لافاخس تخرج منهم مع لا فاني لوز، بزاف بنان بزاف بزاف بنان. ان شاء الله يعني تجربوهم، يعني سورتو يعني عطيت لكم كميه قليله. انا هنا كانوا جايين صحاباتي يهنوا لي، على واش درت ما خدمتش غير الزريات، خدمت بزاف انواع، يعني واحد 3 موديل 4 موديل هكذاك، قسمت كل نوع درت منه 12 حبه. فعلى خير ما نروح نشري يعني الحلوه من برا، فضلت نخدمها وحدي في الدار. شوفوا لي هامليك التيريات تاوعي كيفاش جاو بزاف شابين، وهم صحاباتي عجبوهم وشكروهم. جاو المذاق تاعهم رائع رائع رائع. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه، بما انه دوك انا في موسم الافراح قريب الباك، ان شاء الله اللي تحب تجربها غير تجربها، وخلوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم. انا في الاخر ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم. معليش دوك نشوفوا قبل هذاك التعسال والطراوه كيفاش جاو. هاي ليك تشوفوا معايا الحبه من الداخل كيفاش تجيكم طريه ومعسله، ما ينشبعوش، يعني المذاق تاعهم بزاف هايل. كما قلت لكم ما تنساوش تخلوا لي جيم ولا وكومونتير الشباب كيما نتوما. تهلاو في رواحتكم، الى وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.